دلوقتي يا جماعه زي ما قلت لكم انا جبت لكم النهارده عجان رافال منتج مصري 100%، بس بينافس المستورد. سالتوني كتير في رسائل الصفحه وبتسالوني في البرنامج كتير ازاي اجيب احسن عجان بس ما يكونش غالي ويكون ب 200,000 جنيه زي اللي موجود في السوق. فعشان كده الماركه دي فعلا عجبتني جدا، فيها كل اللي احنا محتاجينه، فعلا بتضاهي المستورد. اسمها عشان تبقوا عارفين اسمها رافال، فيها منتجات كتير قوي هتنفعنا في المطبخ. فقلنا نبتدي معاكم بالعجان. اهم حاجة عندي ان الرقم اللي مكتوب بتاع الموتور، الرقم اللي مكتوب على الموتور الواط بتاعه هو بالظبط اللي الاقيه القوه اللي مديها لي العجان، مش زي اللي موجود في السوق. في السوق ممكن الاقي مكتوب 1200 واط، اجي اشغلها الاقيها بالعافيه مدياني 1200 واط. لا، انا عندي النهارده العجان رافل فيه قوتين وفيه ساعتين. عندي 1500 واط ده لل7 لتر، وعندي النهارده 2200 واط ده اللي هنستعمله مع بعض لل10 لتر. تعالوا بقى نشوف ايه كمان قطع الغيار اللي موجوده معاه المضرب اللي بنخفق بيه زي المضرب الكهرباء بالظبط. بعد كده معاه الكف للعجن او للخلط او للتقليب، العجائن السايله بمعنى اصح. وبعد كده عندي الخطاف للعجائن التقيله زي عجائن اللي هنعملها النهارده مع بعض زي عجينه القرص الطريه. تاني بقول لكم 2200 واط، لما اجي اشغله الاقيه فعلا مديني ال 2200 واط. مش بس كده، عندي حاجه مهمه جدا موجوده في عجان رافال ما شفتهاش بصراحه في اي عجان تاني موجود، حتى الاغلى والاعلى. تخيلوا ايه؟ ان هو في امان، في زرار امان، في لو الزرار بتاعها اللي هو ده معمول على 2 أو 3 وهي مطفيه، لما تيجي تحطي الفيشه عمرها ابدا ما تشتغل غير لو رجعتيها على الصفر. طب دي تفيد بايه يا جماعه؟ دي مهمه جدا، وخصوصا لو عندك اطفال. لو هي معموله على 2 أو 3 وجيتي حطيتي الفيشه واشتغلت وهي كده هتنطر وممكن تقع منك من على الرخامه تتكسر. لكن اللي بيحصل بتفضل فاصله خالص لغايه ما تروحي جايبه الزرار بتاع السرعه على 0. خلاص هي كده امان، شغليها عادي. طب في ميزه خطيره تانية عجباني جدا 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 تبارك الله عليها، اللي هي ايه؟ لو انا حملت على العجان واشتغلت عليه اكتر من اللازم بقى، وقاعدين بنعمل كحك العيد وبسكوت العيد وقاعدين كلنا ودب دقيق وعمالين نعجن، اول ما الموتور بيوصل لمرحله معينه هيسخن، بتفصل تريح الموتور وترجع تشتغل تاني، عشان لو انت ناسيه ومش واخده بالك لا قدر الله الموتور ما يتحرقش منك. تخيلين كل المميزات دي متجمعه في عجان رافال النهارده، غير سعره يا جماعه اللي هتتفاجئوا بيه. اكتبوا لي في الكومنتات، هسيب لكم ارقام تليفوناتهم وهسيب لكم البيج بتاعتهم، ادخلوا واسالوا على الاسعار. ولا محتاجه تعملي جمعيه ولا محتاجه تزنقي نفسك عشان يبقى عندك عجان. بجد انا جايبه لكم هديه النهارده هتشكروني عليها. الوانها كتير جدا 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 زي ما هنشوف مع بعض. تعالوا كمان بصوا هنا، بصوا دي الالوان بتاعتها كلها جميله. انا جبت الروز جولد ده مايل للبينك شويه، ده اللي هنشتغل بيه مع بعض النهارده. وهوريكم كمان قطع الغيار اللي معاها في مفاجآت تانية. ده فيها عجينه بسكوت، وفيها الوش بتاع البسكوت، وفيها كمان شفشق معياري جاي معانا هديه ما بيتكسرش، وفيها الوان في منتهى الجمال. ده العجان بتاعنا النهارده، عجان رافال. وادي القمر بتاعنا النهارده، ده ال10 لتر تبارك الله عليه. الدورق ستانلس ستيل قوي جدا. تعالوا شوفوا الزرار السرعه بتاعه عامل ازاي، الماتيريال بتاعتها باينه عامله ازاي، قواعد كاوتش قويه جدا عشان مهما تحملي على العجان عمرها ما تتهز منك ولا ابدا تجري منك على الرخامه. ففيها مميزات كتير قوي هتدعوا لي عليها ان شاء الله. يلا بينا بقى نشوف القمر بتاعتنا دي هنستخدمها ازاي في الوصفه. يلا بينا بقى بسم الله. زي ما اتفقنا على العجان، وليه اخترت رافال بالذات؟ بصوا بقى معاه الغطا ده، الغطا اللي بيتحط على الدورق علشان الدقيق كله ما يطلعش لبره وتقدري تزودي زي ما انت عايزه. هنشوف دلوقتي مع بعض. وبعد كده دي اول كرتونه بتيجي معايا فيها قطع الغيار. ادي المضرب وادي الكف ده اللي هنشتغل بيه دلوقتي، وادي كمان الخطاف، كلهم ستانلس ستيل قوي جدا، حاجه محترمه. بصوا ازاي الخطاف، بصوا. لا الخطاف دلوقتي اللي هنعجن بيه اهو، شايفين جماله؟ يلا بينا. دي اول كرتونه بتيجي معايا فيها قطع الغيار بتاعه عجان رافال.
بعد كده الكرتونه الثانيه فيها ايه؟ فيها المفاجاه بقى اللي بقول لكم عليها، اللي هتنفعنا جدا جدا الفتره اللي جايه، رمضان والعيد وشغل العيد، اللي هو ايه؟ زي ما قلت لكم، بصوا بقى المفاجاه فيها مكنه البسكوت اهي، مفرمه لحمه وبيركب عليها الوش بتاع مكنه البسكوت. مش بس كده، ده احنا معانا كمان القمع ده اللي بحشي بيه الممبار والسجق. وتعالوا بصوا لو فتحت كده فيها ايه، بسم الله، وشوش تانية للمفرمه اهي، بشيلها كده هنا. طيب ايه تاني عندي؟ ادي وش البسكوت، يبقى مفرمه لحمه وكمان وش البسكوت كمان بيركب على المفرمه، وهوريكم بيركب فين دلوقتي في انهي جزء فيها. دي حاجه. الحاجه التانيه بيجي معاها هديه، الدورق المعياري ده اللي ما بيتكسرش اهو، شايفين متدرج ازاي؟ وهينزل لكم كمان الاعلان بتاعها، هتلاقوا بيقفوا على الدورق من فوق ما شاء الله عليه، ده بيجي هديه تحفه. شفتوا كل دي اوبشنات حلوه جدا هتخدمنا في المطبخ. يبقى انا النهارده لما بشتري عجان رافال مش بشتري عجان بس، ده انا بشتري عجان بسعر رخيص، بشتري كمان مفرمه لحمه معاه، وبشتري كمان مكنه بسكوت، وبشتري كمان اللي بحشي بيه الممبار. بصوا ده المكان اللي بيركب فيه المفرمه، وهي المفرمه اللي بشيل وش المفرمه وبحط وش مكنه البسكوت، هي بالظبط. تمام، يلا بينا بقى نشتغل. ودلوقتي بقى يلا نسمي بسم الله ونكمل بقيه القرص الطريه بتاعتنا النهارده. ادي العجان بتاعنا، وزي ما اتفقنا هنشتغل على كيلو دقيق. بسم الله. الدورق ده يا جماعه زي ما قلت لكم ده الحجم الكبير ما شاء الله عليه، 10 لتر، يعني عيشي بقى اشتغلي زي ما انت عايزه. ادي كيلو دقيق، وهحط رشه ملح صغنونه كده اهي، حلوه قوي. وبعد كده هحط الخطاف زي ما اتفقنا، الخطاف للعجاين التقيله، السؤال اللي بيجيلي كتير ده. وبعد كده هشغل على سرعه هاديه جدا. يلا بينا بسم الله. دلوقتي انا قلبت الملح مع الدقيق، وده اساسي، لازم الملح يدوب مع الدقيق، يروح مع الدقيق قبل ما انزل باي حاجه. هنزل بقى دلوقتي من هنا من فتحه الغطا ده بكوبايه السمنه على زبده شويه شويه، وانا مشغله برده على سرعه هاديه، وكاني بعمل عمليه بس بايديا. يلا بينا بسم الله. زي ما قلت لكم بصوا انا كده بعمل عمليه بس. شوفوا حتى الدقيق اللي شرب السمنه لونه اصفر عن اللي على الجوانب ازاي. قلبي كده، الله ريحه السمنه طالعه حلوه قوي بالشكل ده. وهدي كمان برضو على خفيف خالص خالص الاول قبل ما انزل باي سوائل معايا. يلا بينا بسم الله. كده خلاص. بصوا الدقيق ملمسه اختلف ولونه حتى اختلف ازاي، تحسين انه بقى عامل زي الرمله المنديه. ما تنسوش كان معانا في الاول خالص كوبايه لبن دافيه على معلقه كبيره خميره على معلقتين كبار سكر. شايفين خمرت ازاي كده؟ الخميره بتاعتي زي الفل. هنعمل ايه بقى؟ هجيب الاول البيكنج باودر معلقه كبيره زي ما اتفقنا، هحطها اهي على الخليط. وبعد وجعت دماغكم وعملت لكم دوشه شويه، فوقوا اصحوا معايا، اصحوا للقرص الطريه. بعد المعلقه الكبيره البيكنج باودر هروح نازله بالخليط كامل بتاع الخميره اهو بالشكل ده. السقعه بس مقصره ماشي كده. وبعد كده دلوقتي انا مش هعجن على سرعه عاليه، برضو بالراحه خالص هخلط كل المقادير دي في بعضها. خلاص كده انا خلطت المقادير بتاعه الخميره. هفتح، بصوا المنظر. فاضل عندي اخر حاجه في المقادير كوبايه اللبن التانيه. شايفين سهله خالص ازاي؟ ولا محتاجين لبن رايب ولا محتاجين اي حاجه اضافيه ولا حتى زبادي.
اللبن اللي انا حطاه مع السمنه والزبده مديني نتيجه رائعه وريحه في منتهى الجمال. دلوقتي بقى هعجن على سرعه هاديه وارجع شويه بشويه ازود السرعه، لان انا كده دلوقتي محتاجه اعجن العجينه دي كويس قوي. يلا بينا مع بعض. كده العجينه اتعجنت وبقت زي الفل. بنحتاج عجينه طريه ولما على نفسها. شوفوا طريه خالص ازاي، عسل والله، الله اكبر عليها. والعجان قام بالواجب وزياده، لملنا العجينه وخلاها طريه ازاي، ما شاء الله عليها. تعالوا بقى نطلعها من الدورق. بصوا عسل. وشفتوا معايا العجان بيعجن العجينه على سرعه عاليه ازاي، ومع ذلك ما شاء الله ثابت في مكانه وكمان ما بيتهزش، تبارك الله عليه.